أهلاً، أنا عديت أول يوم عيد وحقول لكم رأيي عنه. صحيت لصلاة العيد، أخدت التوزعات معايا وجريت عالجامع. صلينا وبعدها خرجت لفيت على كل عيلة أبوي الكريمة، وعيديتي كانت قليلة جداً علشان أنا كبرت. ليه يعني؟ حتى الزوجة تاخذ من زوجها عيدية كمان. أنا بنت إزاي كبرت؟ وبعدها أكلت وأنا حاسة إني بعمل حاجة غلط، وكنت حاسة إنه الشياطين خرجت بجد علشان اللي عملوه العيال فينا مش معقول بجد. بس هحكي لكم بعدين. حبينا نطلع بعد العصر والسوق زحمة، حرفياً كل شبر فيه ناس وطوابير بالساعات، وكل الناس اللي عرفهم واللي لأ هناك. كل اللي عملته إنه أنا اشتريت إسكريم، بس لما كنت ماشية سبحان الله أقوى صاروخ من العيال اترمى في نص السوق، وشوية وكنت حطيح، والطيحة هنا معناها اندعس وصارت حادثة، وفي بنت اتخبطت، وجهاز بابا اللي بيمشي بيه اتخبط ووقع زي البولينج. وبعدها قلت أريح واشتري إسكريم. قعدت وكل همي أروح البيت ومطلعش منه تاني. أبشركم تم صرف طاقتي الاجتماعية لل6 أشهر الجاية. وبعدها لما كنا مروحين، أمي كانت بتتكلم مع الكل، تعرفهم وما تعرفهمش. ألاقيها بتتكلم مع واحدة، أقولها دي مين؟ تقول معرفش. وبعد يوم طويل رحنا، وكل همي حالياً أروح أنام. يا رب تكونوا استمتعتوا بمشاهدة يوم عدى. إذا مليش خلق أودعكم، طاقتي الاجتماعية خلصت.